النهاردة هنعمل مع بعض الطعمية او الفلافل في البيت بمنتهى السهولة وبدون اي تعقيد خالص، وهتطلع معاكم بقى حاجة كده في منتهى الجمال. هتبقي استاذة في عمل الطعمية بعد الفيديو ده، لا هتفك معاكي في الزيت ولا هتطلع معاكي معجنة من جوه. وهقولك بقى لو عايزة تعملي كمية وتحفظيها تحفظيها ازاي. شايفين بقى الطعمية مقرمشة قد ايه؟ طعمية مقرمشة من بره ومستوية من جوه ومش معجنة خالص، وكمان مش شاربة اي زيت نهائي، ولون الخضار جواها لون مظبوط جدا. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو، وتعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. مكونات الطعمية بسيطة جدا. المكون الأساسي معايا النهاردة هو الفول المدشوش. هنجيب الفول المدشوش نغسله كويس جدا 3 أو 4 مرات لحد ما المية بتاعته تبقى بيضة تماما. بعد كده هننقعه في المية لمدة ليلة كاملة، أقل حاجة هنسيبه في المية لمدة 6 ساعات. هستخدم النهارده نص كيلو فول مدشوش. لو حابين بقى تضاعفوا الكميه هتضاعفوا كل المكونات اللي انا هستخدمها النهارده. انا هحتاج كمان بصله تكون متوسطه بالحجم ده، و7 فصوص او 8 فصوص من الثوم. من المكونات الاساسيه كمان في الطعميه هي البقدونس والكرات. هنحتاج كميه مناسبه من البقدونس وكمان كميه مناسبه من الكرات بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. الكميه دي مناسبه جدا لنص كيلو فول مدشوش. لو حابين تضاعفوا الكميه هتعملوا مثلا كيلو فول، يبقى هتضاعفوا كل الكميات اللي احنا هنستخدمها. يعني ما تحاولوش تزودوا كميه الخضره عن كده عشان الطعميه ما تطلعش لونها اخضر زياده ويبقى شكلها مش حلو. وهنحتاج كمان معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، تكون حبوب بالشكل ده مش مطحونه. هقول لكم برضو احنا هنحتاجها حبوب ليه، لان لما نطحنها كده مع الطعميه هتدي نكهه قويه جدا للطعميه وهتخلي طعمها تحفه. نبدأ بقى نقطع الخضار اللي احنا هنحطه مع الطعمية. هنقطع البصل كده، وهقطع كمان الكرات والبقدونس، هنقطعهم بأي تقطيع عشوائي. ولو مش متوفر عندنا كمان الكرات نقدر نستبدله بالبصل الأخضر، هيدي نتيجة حلوة جدا في الطعمية. هقطع كمان البقدونس، وهقطع كمان فصوص الثوم، وزي ما بقولكوا كده بنقطعه بأي طريقة عشوائية. الخضار طبعا لسه يتفرم مع الطعمية، مفيش حاجة هتبقى باينة منه خالص. بعد ما بقطع الخضار باخده بحطه على الفول المدشوش. الفول بتاعنا غسلناه كويس جدا لحد ما المية بتاعته بتبقى بيضة تماما، وبعدين بننقعه في المية لمدة ليلة كاملة. اقل حاجة هنسيبه في المية لمدة 6 ساعات. هقلب الخضار مع الفول كويس جدا. هجهز بقى الكبة او الخلاط اللي احنا هنشتغل فيه. هبدأ احط الكمية مناسبة كده من الفول في الكبة، وهزود عليهم شوية من الكزبرة الناشفة، وهزود كمان حبة مية صغيرة كده عشان يمشوا الكبة بتاعتنا او يمشوا الخلاط. ما نزودش المية عشان عجينة الطعمية ما تطلعش طرية معانا قوي. كمية الفول كلها تاخد معايا تقريبا كوباية الا ربع من المية. انا هفرم معاكم كده الطعمية عشان اوريكم القوام بتاع الطعمية المظبوط يكون عامل ازاي. دلوقتي بقى هنبدأ نفرم الفول في الكبة. من وقت للتاني بنفتح الكبة بتاعتنا وبنقلب المكونات مع بعض كويس جدا عشان كلهم يختلطوا مع بعض ويتفرموا كويس. قلب كده اللي تحت فوق واللي فوق تحت، وهكمل فرم عادي جدا. لو حسينا ان العجينه محتاجه كمان شويه ميه هزودها كمان حبه ميه صغيره جدا، وزي ما قلت ما نزودش الميه عشان العجينه بتاعه الطعميه ما تطلعش طريه معانا وتفك معانا في الزيت. هوريكم القوام بتاعها اللي احنا عايزين نوصله هيكون عامل ازاي. مش عايزين قوام الطعميه يبقى ناعم قوي وكمان ما يكونش خشن قوي، عايزين القوام بتاعها متوسط. شايفين هو ده القوام المظبوط. هنفضي بقى الطعمية اللي احنا فرمناها دي في طبق، وهكمل باقي كمية الطعمية بنفس الطريقة. بنحط كده كمية مناسبة من الفول في الكبة، وبعدين بحط عليها شوية من الكزبرة الناشفة، وهزودها كمان شوية مية عشان يمشوا الخلاط او الكبة اللي احنا بنفرم فيها. وكمان لو ما عندناش كبة نقدر نشتغل في الخلاط عادي جدا وبمنتهى السهولة. هنحط كل المكونات بتاعتنا في الخلاط ونزودها كده حبة مية عشان تمشي الخلاط. نفرم بقى الطعمية في الكبة، ومن وقت للتاني بنفتح الكبة بتاعتنا وبنقلب المكونات مع بعض كويس. ولو احتاجت شوية مية هزودها شوية مية صغيرين حبة صغيرة كده عشان يمشوا بس الخلاط او الكبة. دلوقتي هفرم كل كمية الطعمية بنفس الطريقة كده لحد ما بخلصها، ودي كل الكمية اللي انا عملتها. ما شاء الله من نص كيلو فول بنطلع كل الكمية دي. انا طبعا مش هحتاج كل كمية الطعمية دي فهشيل منها في الفريزر. لو عايزين بقى تعملوا منها كمية وتشيلوا منها في الفريزر هقولكم تحتفظوا بيها ازاي.
بعد ما بنفرم الطعميه زي ما شفتوا معايا كده، بنجهز بقى اكياس التلاجة. احنا مش هنضيف على الطعميه في الوقت ده، مش هنضيف عليها اي حاجه خالص. هنجهز اكياس التلاجة وهحط فيها كميه مناسبه من عجينه الطعميه على قد الاستخدام للمره الواحده بس. وبعدين بخرج من الكيس اي هوا زياده فيه، وبفرد العجينه في الكيس بالطريقه دي عشان لما نيجي نطلعها كده من الفريزر وقت الاستخدام تفك معانا بسهوله وما تاخدش مننا اي وقت خالص. حط كده كميه مناسبه من عجينه الطعميه في الكيس، وبعدين ببططها او بضغط عليها او بفردها في الكيس بالطريقه دي، وبنحتفظ بيها في الفريزر عادي جدا. ووقت الاستخدام بنطلعها وبنسيبها لحد ما تفك خالص. نقدر كمان نحط كيس الطعميه كده في ميه دافيه، هنلاقيه فك معانا، مش هياخد مننا اكتر من 5 دقايق. وبعدين بنخلطها كده خلطتين بالمضرب الكهرباء او المضرب اليدوي لحد ما العجينه تبقى هشه معانا كده، ونحس ان هي دخلها كده شويه هوا. الخطوات دي كلها هتشوفوها معايا دلوقتي بقى بناخد الطعميه اللي احنا فرزناها دي بنحطها كده في الفريزر، ووقت الاستخدام بنطلعها بنسيبها لحد ما تفك خالص، وبعدين بنخلطها بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهرباء. دي بقى كميه الطعميه اللي احنا هنشتغل فيها. هزود عليها كده نص معلقه صغيره ممسوحه من الملح. اظبطوا الملح طبعا حسب رغبتكم وحسب ذوقكم. وهضيف كمان رشه صغيره جدا على طرف المعلقه كده من الكربوناتو او البيكنج صودا، موجودة عند العطار وموجودة كمان في السوبر ماركت، بتبقى اكياس مغلفة كده. وهضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الكمون. هناخد بقى المضرب الكهرباء او المضرب اليدوي، وهنبدأ نخلط الطعمية 3 أو 4 دقايق لحد ما العجينة بتاعتها تبقى هشة كده، ونحس ان دخلها كده شوية هوا. الطريقة دي حلوة جدا، هتخلي الطعمية بتاعتنا هشة كده وكمان مش مكتومة من جوه، وهتدي لها قرمشة رهيبة. تعالوا بقى عشان نقلي الطعمية مع بعض. بجهز طاسة على النار فيها زيت سخن وغزير. هيكون معايا كمان طبق فيه سمسم، وطبق فيه شوية مية. ببل ايدي كده بالمية وانا بشكل الطعمية. من وقت للتاني بنبل ايدينا بالمية عشان عجينة الطعمية متلزقش في ايدينا. تعالوا بقى عشان نشكل الطعمية. بناخد كده قطعة من عجينة الطعمية وبنحط عليها شوية سمسم وفي الزيت على طول. الزيت طبعا هيكون سخن، ونشغل النار على درجة حرارة متوسطة. طريقة التشكيل سهلة جدا ومش هتاخد مننا اي وقت خالص. شايفين ما شاء الله الطعمية مش بتفك معانا في الزيت ولا بيحصل لها اي حاجة. نحط بقى الطعمية في الزيت كده، واول ما بتاخد لون ذهبي بنقلبها على طول على الناحية التانية. نفضل بقى نقلب فيها كده لحد ما كلها تاخد لون ذهبي. نطلع بقى الطعمية بتاعتنا. شايفين ما شاء الله لونها حلو جدا وواخدة قرمشة رهيبة. تعالوا بقى نفتح واحد كده وهو سخن مع بعض ونشوفه عامل ازاي من جوه. شايفين سمكها عامل ازاي؟ طعمية مقرمشة جدا من بره وهشة جدا من جوه وكمان مش مكتومة. انا عن نفسي بحب الطعمية اللي سمكها رفيع. حابين بقى تعملوها سمكها تخين شوية براحتكم. مش قادرة اوصف لكم طعمها عامل ازاي وهي سخنة كده، تحفة. هنقلي الكمية كلها بنفس الطريقة. نبل ايدينا كويس بالمية وبعدين نبدأ نشكل الطعمية وفي الزيت على طول. تقدروا كمان تشكلوها بالمعلقة بس شكلها مش هيطلع منتظم شوية زي اللي بنشكلها بايدينا. شايفين طريقة التشكيل سهلة جدا. بناخد قطعة من عجينة الطعمية نحط عليها شوية سمسم وفي الزيت على طول. الزيت بتاعنا سخن والنار متوسطة. اول ما الطعمية بتاخد لون دهبي من تحت بنقلبها على طول على الناحية التانية. نفضل بقى نقلب فيها كده لحد ما تاخد لون من كل الجوانب. اول ما بتاخد اللون الذهبي الجميل ده بنطلعها على طول. هنطلعها كده ونحطها على مناديل مطبخ عشان يتشرب اي زيت زيادة فيها. شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا. طعمية مقرمشة من بره ومستوية من جوه ومش مكتومة ومش شاربة اي زيت نهائي. شكلوها بقى بالطريقة اللي تعجبكم. حابين تعملوا السمك بتاعها ارفع من كده تعملوها مدورة براحتكم. تعالوا بقى نفتح الطعمية القمر دي مع بعض ونشوفها هي عاملة ازاي من جوه. شايفين ما شاء الله حلوة جدا، مقرمشة كده من بره ومستوية من جوه ومش مكتومة خالص، وكمان لون الخضار جواها لونه حلو قوي. هستناكم بقى تجربوها بنفس الطريقة كده، وكمان ما تنسوش تيجي تكتبوا لي رأيكم في التعليقات على الفيديو. هسيب لكم كمان كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف. وبس انا كده خلصت فيديو النهاردة. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا القناة وتحطوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.